بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا في موسم البطاطس دلوقتي ومتوفره واسعارها الى حد ما كويسه قوي، فاكيد هي هتغلى قوي في الايام اللي جايه. فقلت اعمل معاكم كده وصفه ان انا افرزها معاكم للقلي، بس يعني لو حابه تعمليها برضو للصينيه او كده او للخضار، اعمليها بنفس الطريقه دي، ما فيهاش اي مشكله وبتطلع جميله وحلوه قوي ومش مجلده. فان شاء الله هعملها معاكم بوصفه سهله حلوه قوي، سهله وحلوه قوي، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هات الكميه اللي انت محتاجاها من البطاطس. دي الكميه اللي انا جبتها، دول 3 كيلو. 3 كيلو بطاطس. انا بفضل دي بصراحه، اللي هي الرمليه دي. الرمليه دي احسن بكتير قوي من الطينيه دلوقتي، اللي هي فيها طينه دي. دلوقتي يعني بتحمريها وبعد شويه بتلاقيها طريت، معرفش ازاي، رغم ان هي المفروض تبقى كويسه، لان هي دلوقتي المفروض ان هي بتاعه تحمير. فمش عارفه بصراحه ايه اللي حصل فيها. فدلوقتي ان شاء الله باذن الله هعمل معاكم دي، وهي تنفع بالتانيه برضو، يعني هي تنفع بالنوع التاني برضو، بس انا حابه معاكم اعمل اللي هي الرمليه دي. ماشي اوكي. طيب يلا نشوف وصفتنا هنعمل فيها ايه وهنحضرها ازاي. اول حاجه هتجيبيها كده كلها بالشكل ده كده، يعني يعني شكلها يعني ايه، بنفس الشكل كده. يعني ما تجيبيهاش اللي هي المدوره، يعني هاتيها اللي هي طويله شويه. ماشي. يعني دي بلاش من دي عشان تريحك في التقطيع وكده، وتديكي نفس النتيجه اللي احنا بنشتريها من بره، اللي هي الصوابع التخينه شويه ديت الطويله دي. فدي يعني الاحجام دي انسب حاجه ليها. الاحجام دي انسب حاجه ليها. فيلا نقشر معاكم كده. هو انتوا زي ما انتوا شايفين، هي الحاجه الوحيده العيب اللي فيها ان هي فيها رمله، فهتحتاج تتغسل حلوه قوي. اوكي. طيب يلا نشوف وصفتنا. هنا هنجيبها طبعا نقشر. نجيب بس كده حاجه نقشر فيها. وانصحكم طبعا بلاش السكينه، يعني المقشره بتاعت البطاطس حلوه جدا وفي ثواني كده بتكوني مخلصه، يعني لو عامله اي كميه في ثواني بتكوني مخلصاها تقشير بالشكل ده كده. هي القشره بتاعتها خفيفه قوي، الرمليه دي بتبقى القشره بتاعتها خفيفه قوي. طيب فوائدها ايه؟ طيب انتي هتقطعيها وتحطيها في الفريزر، يعني طب ايه المشكله؟ طب ما احنا ممكن نطلع نجيب البطاطستين او حاجه نقشر ونحطه في الزيت على طول. بصي دي بتوفر عليكي زي ما قلت لك، بتوفر عليكي بالاسعار، في الاسعار لان هي هتغلى طبعا عن كده بكتير. وتاني حاجه بتبقى طعمها احلى من اللي انت بتعمليها على طول فجاه كده، يعني بتقطعي وتحطي في الزيت. لا، ديت الطريقه بتاعتها دي هتعجبك قوي، يعني اكنك شارياها زي ما قلت لك من بره، اللي هي الاكياس اللي احنا بنجيبها من الفرازه دي. ماشي. بتبقى طعمها احلى بكتير واطعم. ان شاء الله باذن الله، يعني لو جربتيها هتعجبك باذن الله. طيب نقشر كده. شوفي يعني انا بصي الكميه ما شاء الله يعني بتخلص في ثواني. اعملي بقى انت الكميه اللي انت حباها. بتوفر يا جماعه والله العظيم برضو في الجهد، يعني انت لما تعملي كميه على بعضها وتحطيها، وعندك اولاد صغيره او كده حابين البطاطس، تطلعي الكيس تحمري لهم في ثواني وخلاص على كده، يعني تحطي في الزيت وخلاص يعني. وخصوصا اللي عندهم بيبيهات صغيره وكده. والبطاطس المحمره مفيش حد بيختلف عليها طبعا، اكيد. انا هقشرها كده كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم تاني. هنا خلاص خلصت الكميه كلها بالشكل ده كده. هعبي كده القشر بتاعها زي ما قلت لكم. هي عيبها الوحيده اللي هي فيها رمله، والتانيه برضو فيها طينه كتيره قوي الايام دي، مزعجه اكتر من الرمله كمان. بالشكل ده كده. ادي الكميه كلها هغسلها بقى كويس جدا جدا وارجع لكم تاني. يلا دي الكميه بتاعتي كلها هقطعها بقى. لو انت، هي طبعا هتقطعيها كده بالطول وتدخنيها شويه بالظبط كده، يعني حاولي تدخنيها شويه. انا في الوقت ده بتبقى حاطه ميه بتغلي على النار، في الوقت ده بتبقى حاطه ميه بتغلي على النار. هقطع بقى الكميه معاكم. يعني انا كنت ناسي احط الميه على النار، علشان كده افتكرتها معاكم فحطيت الميه. إيه و يعني حاولي تقطعي كده بالشكل ده كده. وطبعا هوريكم بس سمكها هيبقى قد ايه، وهعمل انا بقى الكميه لوحدي كده. تجيبي كده كل اتنين مع بعض وتقطعي كده عشان يطلعوا متساويين، كل اتنين كده مع بعض. هي انت هتتعبي فيها شويه بس صدقيني هترتاحي، يعني بالشكل ده كده كده.
علشان احنا هنسلقها، فما تتهريش في الميه واحنا بنسلقها. يعني احنا هنسلقها كده يعني ربع سلقه، مش نص سلقه، ربع سلقه. ماشي، فعشان ما تتهريش منك هكمل انا بقى زي ما قلت لكم الكميه كده، وارجع لكم تاني باذن الله. بسم الله ما شاء الله، ادتني كميه حلوه جدا جدا. انا زي ما قلت لكم انا متخناها شويه، فعشان تستحمل ان هي تقعد عندي في الفريزر، واستحمل كمان ان انا هحطها في ميه سخنه. طبعا عايزه اقول لكم حاجه، قبل ما تكونوا عاملين كده تبقوا محضرين مكعبات تلج او ميه متلجه في الفريزر، علشان احنا هنطلع من السخن على الساقع. هتحط ايه على الميه السخنه؟ هقول لكم دلوقتي على طول. هحط اهي الميه بتغلي اهي على النار، هحط عليها معلقه كبيره سكر، ويعني ايه قد معلقه كده ملح زيها. طيب هنحطه ايه يعني زي حافظ كده مواد حافظه او كده، يعني زي المواد الحافظه اللي بتتحط عليها وكده. ربع معلقه ملح ليمون، دي يعني اعتبريها ماده حافظه ليها عشان تقعد معاكي الفتره اللي انت حباها تقعد فيها بالشكل ده كده. هنحط بقى البطاطس، هنحط الكميه كلها. انا هحط الكميه كلها علشان ايه، اخد يعني ايه نفس درجه السلق واحده، ما تبقاش واحده مسلوقه وواحده لا، فاهمين؟ بالشكل ده كده. عدي بقى بالظبط بالظبط 3 دقايق من بعد ما تغلي كده، 3 دقايق بالظبط واقفلي. يعني 3 دقايق بالظبط وتيجي قافله، ماشي، علشان ما تتهريش منك. وتقعد عندك الفتره الطويله في الفريزر، لما تطلعيها ما تبقاش مفتته ولا مقطعه. اوكي، خلاص هنا جبنا الميه المتلجه، شايفين التلج وصفيتها. هنزلها هنا كده بسرعه. يعني افضل حاجه ان انت تنزلي في الحله كده على طول بقى، عشان توقفي السوا كده بالشكل ده. وزودي بقى لو ميه من الحنفيه، اظن الوقت دلوقتي ساقعه اصلا، فزودي الميه من الحنفيه عادي مع التلج اللي موجود ده، هتوقفي السوا على طول بالظبط كده. وخلاص كده يعتبر وصفتنا يعني ايه، يعني يعني تلتينها خلاص. لسه فاضل يعني فاضل طريقه كمان، يعني خطوه كمان وتبقى خلاص جاهزه معانا كده. ماشي بالشكل ده كده. خلاص كده انا حاطه ايدي اهوت في الميه، الميه سقعت خلاص بالشكل ده كده. خلاص كده اهي، احنا كده وقفنا السوا بتاعها، وفي نفس الوقت هي ماسكه نفسها. تيجي يعني هوريها لكم كده، تيجي تقطمها كده، شايفين؟ لا هي بتاخد وقت عبال ما بتتقطم، هي ما استوتش، عارفين؟ ما استوتش خالص. يعني هجرب لكم واحده كمان، يلا. هي دي مقطوعه من هنا، لا هجرب لكم واحده سليمه عشان ايه، شايفين وانا بقطعها كده ما استوتش لسه. فهي دي الطريقه السليمه، ما تسويهاش، انا مش عايزاها تستوي خالص. هشيلها بقى كده، احطها في مصفى، اصفي منها الميه بتاعتها وانشفها، واقول لكم ايه هعمل ايه بعد كده. كده خلاص انا صفيتها خلاص. هاخدها بقى، يعني هاخدها بقى في مصفى كده نشفها، او افرديها على صينيه فيها مثلا ورقه زبده او فوطه نظيفه او كده، نشفيها وهنشوفوا بقى الخطوه اللي بعد كده ايه. الخطوه اللي بعد كده انا هجيب كميه من الزيت احمر فيها. انا مش هحمرها، انا يا دوب هشمعها بس، مش تحمير يا جماعه، هشمعها تشميعه حلوه كده واطلعها تبرد، وبعد كده كيسها كده. خلاص الوصفه بتاعتنا خلصت، يعني هي فاضل لها خطوه واحده بس وخلاص انتهى على كده. هنا بقى حطيت زيت على النار، وهنزل فيها بقى البطاطس، هنزل فيها البطاطس علشان احمرها نص تحميره، ومش تحمير نص تحميره كمان، يعني دي حاجه بسيطه جدا كده. خليكي معايا بقى خطوه خطوه عشان تعرفي ايه الدنيا ماشيه ازاي. بالشكل ده كده حاولي تنزلي كميه يعني كبيره عشان ايه يبقى نفس السوا مع بعض كده بالشكل ده كده. كده بالشكل ده كده يا دوب هتقلبي تقليبه كده بسيطه، وهتعملي ايه بعد كده؟ هتطلعي تصفي من الزيت كده. تقلبي كده من فوق لتحت، يا دوب صفريها
يا دوب تصفر بس كده. بالشكل ده كده. شايفين هي ما بتتهراش معايا ازاي، ماسكه نفسها جدا على فكره. دي تاني كده مره اعملها، دي المره الثانيه اهو. حطها كده ونجيب كده من تحت لفوق وخلاص، على كده تبقى كده خلاص الوصفه خلصت. خلاص كده هنفردها بالشكل ده كده. والجو ساقع اصلا يعني مش هتاخد وقت معاكي في انك يعني تبرد. فردي بالشكل ده كده. مش هتاخد وقت زي ما قلت لك، بس تشد كده وتبرد تكيسيها على طول بالشكل ده كده. هي ماسكه نفسها خالص اهي بالشكل ده كده. ورقه زبده بقى، قماشه قديمه، اي حاجه عندك اعملي عليها. خلاص كده دي الكميه كلها، دي الكميه كلها. سيبيها بقى تبرد خالص، سيبيها تبرد خالص. وهنكيسها في اكياس بقى، اكياس لبن. آه وان شاء الله الوصفه تنجح معاكم باذن الله. بالشكل ده هنجيب اكياس كده ونعبي بقى. ناخد من اللي هو بارد الاول ده ونعبي، وبعد كده تحطوهم بقى في الفريزر على طول، في مكان ما تكونش يعني ما تحطيش عليه حاجات تقيله، يعني ما تحطيش على البطاطس حاجات تقيله، تفرزي عليها حاجات تقيله عشان ما تتكسرش منك بالشكل ده كده. عايزه تحطي في كيسين 3 وتطلعي على قدك تعملي براحتك، عايزه تحطي على قد ما استعمال بتاعك يعني انتي واولادك وكده. انا بحاول اخد كده من اللي هو بارد كده بالشكل ده كده. زي ما انت عايزه بقى، تطلعي منها على الفريزر، من الفريزر على الزيت على طول، بس سيبهاش تفك خالص. ادي كده الكميه بتاعتي، طلعت لي كميه محترمه بصراحه 3 كيلو يا جماعه. والله انت لو هتشتروا البطاطس دي من بره اللي هي متفرزه جاهزه، شايفين الكيس قد ايه؟ شايفين؟ لو هتشتروها باسعار خياليه يعني. يعني الاكياس من دي غاليه قوي، انا حاليا ما اعرفش اسعارها ايه الصراحه. فاللي يعرف اسعارها يقول لنا. شايفين يعني؟ طلعت لي كميه حلوه قوي قوي، بتمنى تجربوها. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وكومنت حلو كده منكم، واستنوني في وصفات حلوه وجميله كده زيكم ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.